ايه هعمل معاكم عيش البطاطا. دي بطاطايه كيلو الا ربع حلوه كده. انا جبتها مقاس كبير، غسلتها وهقشرها وهنقطعها اي تقطيع عشوائي. هتبقى تقطيعها كده اهو، اي تقطيع عشوائي كده كده هتبقى بيوريه، فهنهرسها تبقى بيوريه، تبقى يعني ايه. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هحط لها بص نص كوبايه ميه واحطها على الولع عسل عادي، ولا فيها اي حاجه خالص. دي مرحله اولى. هنشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. حطيت خميره بيره تحت اهي، وهنا وهحط عليها ايه معلقتين سكر. احنا بنحب نحط ايه سكر علاش عشان يبقى مسكر شويه، ما يبقاش ايه ميع كده واللقمه تبقى حلوه في بقك. هقلبه بقى تقليبه عادي وارجع له. الطبق ده فيه ربع كيلو دقيق ذره، عشان انا هستعمل دقيق زيرو زي ما قلت لكم، ده 2 كيلو وربع، فانا قلت اخليهم 2.5 كيلو، بس عشان ربع كيلو احط ذره. عشان ايه؟ الدقيق زيرو بيبقى ليه عرق شويه، وانا هعمل عجينه طريه، مش هعملها عجينه يعني مش عجينه جافه، لا. احط بقى ملح، معلقتين ملح كده حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. كده البطاطا استوت اهي، بصوا استوت، اتهرت خالص اهي. فانا كده كده زي ما قلت لكم هعمل العجينه لينه، فانا هزودها ميه بقى وهضربها في الخلاط زي ما هي كده. وما تخافيش، مش السكر بتاع البطاطا مش كتير اصلا، لان البطاطا اصلا مش سكريتها مش عاليه، السعرات الحراريه بتاعتها مش عاليه قوي. فانا عشان يعني اخليها تبرد بسرعه وتبقى فتره هعملها بقى، هضربها في الخلاط. بصي يا حبايبي، انا ضربتها في الخلاط بصي زي عصير المانجا كده. بصي اهي، عشان انا هنزل بيها عايزه عجينه سايله زي ما قلت لكم. لو انتوا عايزينها عجينه جافه برضو اضربوها في الخلاط، بس بكميه ميه بسيطه. زي ما قلت لكم ان انا عايزه العجينه مش جافه، يعني مش متماسكه كده، لا لسه عايزاها طريه اهي. هلتها بقى وارجع لكم. زي ما وريتك ان انا عايزه العجينه طريه كده، بصي اهي، عشان انا هقرصها اهي. هنسيبها بقى تخمر وايه وهنشتغل مع بعض ان شاء الله. هناخد بقى نبل ايدينا ميه كده وناخد من العجين حته كده اهي كده. بوريكم بس ايه اول حته كده، وحاولوا تبعدوا السجن يعني المسافه عن بعضها عشان ايه مش تلزق اهي. تاخدوا قطعه كده على ايديكم، وكل شويه تبل ايديكم ميه. دي لقمه العيش بقى حسب ما انتوا بقى بتحبوها، ان كانت كبيره ولا صغيره اهي. هكمل انا بقى الباقي كله كده وارجع لكم. اعملوا الرغيف كده بقى تروحوا كده، ولو اجى مثلا عامل منكم تعملوا كده، تسووه كده لو هو طول يعني ولا كده. اللهم صل على النبي. جميل جميل جميل. انتوا بقى هتملوا الصاجه بتاعتكم، انا بوريكم بس واحد وانا عامله قبل كده على الصاجه اهو، قصدي مطلعيش قبل. تلفوا الرغيف كده برضو بعيد عن الولعه كده شويه، عشان ايه ما يتحرقش من جنب، بكل الوش لون واحد وطعمه وريحه جميله، والله ما شاء الله ريحته جميله. كل ما تدي ولعه نار عاليه، حتى لو فرن الغاز تديله نار عاليه برضو العيش هيقب معاكي. ما شاء الله الرغيف جميل ازاي، ما شاء الله تحفه تحفه تحفه. نفتح لكم واحد بصوا، اللهم صل على النبي يعني على جماله. روعه روعه روعه. بصوا هوا خالص، بالهنا والشفا للي هياكل. وما شاء الله جميل جميل. كله بقى هيبقى بنفس الطريقه كده. ما شاء الله جميل وخلص وكله قابب. تدي نار زي ما قلت لك يطلع العيش معاكي قابب في اي فرن، مش شرط فرن طين. ولايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس.